السلام عليكم البنات، اخباركم؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير، ومرحبا بكم معايا في قناتي وصفات شاديه. اليوم ان شاء الله فيديو جديد ووصفه جديده. اليوم ان شاء الله غنشارك معكم واحد الغديوه ديالي، نتمنى تعجبكم وتنال الاستحسان ديالكم، اللي هي الكرعين بالحمص. ودابا ندوزو المكونات اللي غنحتاج ليها. عندي الكرعين هنايا بعد ما غسلتهم مزيان كما كتشوفوا. عندي هنا قبيطه ديال القزبر والمعدنوس، هنا عندي زلافه ديال الحمص في الزق، عندي الملحه التحميره، عندي الخرقوم او الكركم، عندي الابزار، عندي سكينجبير، عندي معلقه ديال مطيشه ديال الحك، عندي فصوص ديال الثومه وحكيت شويه ديال الثومه، وهنا شويه ديال القزبر ومعدنوس مقطعين. نتمنى الفيديو ديال اليوم عجبكم وينال الاستحسان ديالكم. واللي اول مره كيزور القناه ديالي مينساش ديال الاشتراك وابوني وتفعيل زر الجرس باش يوصلوا كل جديد. صافي هنا كندير الكرعين من الاول في الطنجره. نتمنى تتبعوا معايا الفيديو حتى الاخير، كنشكركم بزاف. دابا غنزيد القامه كلها. هنا القبيطه ديال المعدنوس والقزبر غنخليها بحال هكا مربطه، وغنزيد الزيت هنايا. هنا كندير زيت الزيتون وزيت المائده بجوج، تقريبا نص كاس. زيت الزيتون كيعطي واحد المذاق زوين في الكرعين. صافي دابا غنزيد القامه كلها سبق ذكرت لكم. هنايا شويه ديال القرفه، نسيت ما قلتهاش لكم قبيله، تقريبا معلقه صغيره. صافي كنزيد القامه كلها، كنخلطهم مزيان، كنشحر كلشي مزيان، كنخليها على نار مهيله حتى كتشحر مزيان، كتشرب لينا داك الكرعين، كتشربوا لنا داك القامه كلها. هنا كنزيد الثومه فصوص والثومه محكوكه والقزبر المعدنوس اللي قطعتهم، المعلقه ديال مطيشه ديال الحك اللي كتجي زوينه، كتعطي واحد المريقه خاتره. صافي دابا غنخلي كلشي يتشحر مزيان. والكميه ديال الكرعين كتبقى على حسب الاشخاص ديال العائله اللي كاينين. صافي دابا تشحر لي مزيان. هنايا غنرويهم، غنزيد شويه ديال الماء كيف كتشوفوا طايب. ممكن نزيدو حتى شويه ديال الزبيب او العنب كلش كيسميه، حتى كيجي زوين مع الحمص. هنا انا متواجد عندي غندير غير الحمص بوحدو كما كتشوفوا زلافه هنا. وصافي كنسد على كل شيء، كنخليه يطيب على خاطر على نار مهيله. تقريبا كنخلي انا الكرعين شي ساعه الا ربع حتى لساعه باش يطيبوا على خاطرهم، وكتجي ديك المريقه مخاتره. وهذا هو الشكل النهائي ديال الكرعين ديالي كما كتشوفوا. جات المريقه خاتره، كيجوا زوينين. نتمنى هذا الفيديو ديال اليوم يعجبكم ويعجبكم الطبق اللي قدمت اليوم وينال الاستحسان ديالكم. ما تنسونيش البنات باللايك والاشتراك في القناه اللي باقي مشتركش، ومشاهده الفيديو حتى الاخير. كنشكركم بزاف ولا لا يخطيكم. وهذا هو الفيديو ديال اليوم، كان خفيف ظريف على قلوبكم. نتمنى يعجبكم من الاستحسان ديالكم، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد ووصفه جديده. والسلام عليكم. نقدر نعرف ليه تفكرت في الكوار يشد نهار تاع واش نعطي الجعفر كيخرج لي يقول لي داك الراجل